التقيت مع أكبر متكبر لقيته في حياتي. لا 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 ما قابلينش العتيدة. كيفاش دابا انتي حكيم زياش ما عرفكش انتي وعرف صوفيا القانوني؟ الموضوع اللي داير بالبالة في المغرب في هاد اليومين هادي اللي هو الموضوع ديال فاطي جمالي وحكيم زياش. غادي نعرفوا هادشي كامل الاخوان، وغادي تشوفوا معايا واحد الفيديوهات اليوم الهاربه الاخوان اللي واحد الناس خرجوا لينا من الجنه، ما عرفتش منين خرجوا كاملين. هادشي غادي نشوفوها الاخوان في هاد الحلقه، ولكن قبل ما نبداو الاخوان نسيت ندير معكم واحد لايك، بغيت تحط لنا شي كومونتير زوين، ولا كنتي مازال ما مشتركش ما تنساش تشترك في القناه ديالنا وانضم للعائله ديالنا، ومرحبا بكم بحلقه جديده. الموضوع ديالنا الاخوان كيبدا، قالت لك فاطي جمالي كانت الاخوان واحد المول كانت كتسارى، وكانوا معها شي اصدقاء ديالها اجانب ماشي مغاربه. اخوان قالت لك كانت كتسارى، المهم حتى كيبان ليها حكيم زياش. بطبيعه الحال كاملين حنا مغاربي غادي تكون في الغربه ولا شي حاجه، غادي يبان لك شي لاعب مغربي ولا شي حاجه، بطبيعه الحال انت فان ديالو عزيز عليك، غادي تمشي تسلم عليه ولا شي حاجه. مشات يا سيدي بغات تسلم عليه، دار فيها واحد ردة الفعل ما عجباتهاش، خنزر فيها صافي. ديك التخنزيره اللي خنزر فيها مشات هي عاوتاني للوطيل، تلاقات به في الوطيل، جات قالت لي اتس نوت نايس، وي جاوب ديك الكلمه ديال ام بي سي 2 قالت تبا لك، فهمتيني؟ هي ما عجبهاش الحال وما تصرطاش ليها. انا نخليكم الفيديو تفرجوا. شوف، التقيت مع أكبر متكبر لقيته في حياتي كوم باغازار دابا في المول. هو فوتبولور مغربي، ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات، و il était à côté donc قلت ليه يلا، قلت ليه هاي كيخنزر مي فريمون سيد il est pas normal. جا عند واحد المغربي قمعو مي سي انكرويابل. دابا داخله لوتيل شفت وحده الباب قلت ليه راه اتس نوت نايس، ويقول لي فاك كيفاك زعما سي انكرويابل. شكون هو فوتبولور زياش تيلمون جو ليمي تيلمون جو لو ديتيست مانتون، سي انكرويابل فريمون. اللي كيبان لنا في التلفازه حاجه والواقع نافيان افوار. هذاك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيقول لي خافي على هذاك الولد المغربي مسكين اللي جونتي، قال لي اختي فاتره. انتم كما كتشوفوا الاخوان، قالت لك بان تلاقات معاه تما، المهم ما نعاودوش السيناريو، وقال لك بان كاين حتى واحد الدري مغربي حتى هو قمعو. ودابا شوف، اذا جينا بغينا نشوفوا راه ما غنجي لا من جهته هي لا من جهته هو، فهمتيني؟ نهضروا عليه هو من الناحيه ديالو هو، ونقول لك الساعه ولا، فهمتيني؟ ما تعرف بنادم كان جاي في داك النهار منرفز، ما راه حالو حوار منا وجبد، فهمتيني؟ كتكون طالع لك الدم ولا شي حاجه، ما باغي تدوي مع حتى شي واحد حتى شي حاجه. وهو الصراحه ما كانش عليه يقول هكاك، فهمتيني؟ حيت جايه شويه ناقصه هي، حيت بحال دابا نقولوا شوف، دابا انت عندك شي انسان عزيز عليك تفرج فيه في يوتيوب، لا مغني رابور شي حاجه اي حاجه، المهم شوف انت فان ديال شي واحد، فهمتيني؟ كتموت عليه، نهار جيت تتلاقى معاه يدير لك شي ستون ولا شي حاجه ما يعجبكش بالرجل، راه ما غاديش يعجبك الحال، واش نكونوا واقعيين، فهمتيني؟ ما غاديش يعجبك الحال. ودابا من الناحيه ديالها هي باش نفهم انا، كاينين دابا الناس اللي كيقول لك عبر عليها كاينين بعدا عندنا حنا واحد الناس هنا في الناس مغاربه ما كيفرقوش بين التلفازه والكاركتير ديال بنادم في الحياه الواقعيه، فهمتيني؟ دابا حنا نقول نشرح لكم هذا البلان. بحال دابا بنادم حيت كيكون هاد الممثلين كيكونوا عاطينو شي دور شرير، حيت بعدا ديما الادوار اللي كيعطيوها الادوار ديال وحده شريره، فهمتيني؟ كتكون مسمومه لعيبات، وزيد عليها حتى داك البرنامج اللي دارت فاش عطاها البنج قمعات تما فاش قمعها البنج حتى هذاك زاد بنادم بحال تقول زاد حقد عليها، فهمتيني؟ هو داكشي راه دايرينو كيكونوا متفقين عليه، فهمتيني؟ وبصراحه شوف حاجه وحده اختي فاطي اللي بقات فيا انا بالرجوله، كيفاش دابا انتي حكيم زياش ما عرفكش انتي وعرف صوفيا الطالوني؟ ما يمكنش. هادشي اللي ما بغاش ندخل للدماغ. صوفيا الطالوني عرفها زياش وانتي ما عرفكش، كيفاش البلان؟ راه ما يهرب ليا. انتم شوفوا، انا من الناس اللي تلقاو هنايا بحكيم زياش في اسطنبول، وعيط لي قلت لي حكيم زياش، ودرت لي هكذا ضحك، وانا كنت عارفه بانه عرفني انا شكون، وشري لي وضحك ودار لي هكذا. شوف ما يمكنش انه حكيم زياش عيط لي حكيم ولا زياش
ودير ليها وما يديرهاش لك مستحيل، تضحك معاه وما يضحكش لك مستحيل. انا كنظن كاين شي حاجه، يا اما غيكون الميساج اللي وصلوا لينا غلط، ولا بغاو يديروا البوز، ولا قالت انت كيما كتشوفي انا ما زدت حتى شي حاجه من راسي وما جبت حتى شي حاجه. عرفتي كيما كتشوفي على عينيك شتي داكشي. قالت لك اسيدي هو عرفها صوفيا الطالوني، عرفها حكيم زياش. اش بان لكم الاخر؟ وشوف ندوزو هذا في صوفيا الطالوني وغادي نشوفو نوريكم واحد اخر عاوتاني الاخر عاوتاني. شكون اللي غادي في نظركم غادي يكون المتباري الاخر؟ غادي يكون معنا ولد الشنويه. شوفوا ليا. لا 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 لا، ما قابلينش الاعتذار. اعتذار نو. فينا هما المبادئ، فينا هما الاخلاق ديال الفنان او فنانه اللي غتطلع في الصوغي وغتقول نو نو بلا ما تهضري، انت اللي غلطه ودرتي الفالطه. اعتذار نو. اعتذار نو. ايوا اليوم نهار جديد مع قصه جديده. واحد قال واحد الكلمه زوينه فهمتيني، متفق معاه فيها. قال بان حيت دابا كتكون انت فنان فهمتيني، راه كتمثل، كيكونوا متبعينك الناس بزاف فهمتيني، خصك ترد البال شنو كتقول. بحال دابا ديك الكلمه ما كانش عليها تقولها فهمتيني. غادي متفق انا معاه فيها. وشوف نساو عاوتاني هذا وغنمشيو لواحد اخر اللي تنقلب لكم عليه دابا. نشوف فينا هو. كاين هذاك ما عرفتش واش داعيه هو ولا ما نعرفش، كنحط واحد ستوري عليها شنو سميتو سيدي. غادي ندخلوا ليه هنا. انتم سمعوا اش قال ليها. قال ليها فاشله في التمثيل والغناء وعرض الازياء والاعلام وفي كل شيء، مشات تتعنب على زياش وقمعه، خرجت تقول عليه متكبر وفرحانه انها جاوبته بالسبان. انتيا مسطيه ما عارفاش ان زياش كيضحك مع ماما فقط. اش وصلك عنده وشنو باغيه منه؟ اش بغيتي تعنب سير قصد نيمار. وعاد زايده كتكلم بالفرنسي. زعما شوفوني راني واصله، يا كنتي مغربيه وكتخاطبي المغاربه والفرنسيه علاش بنت الناس. مرة شوف انا واحد الحاجه اللي متفق مع الاخ عاوتاني في واحد الحاجه فهمتيني. نقول لك اختي فاطي شوفي انا وجهه النظر ديالي فهمتيني، كون مشيتي عند زياش وهضرتي بالعربيه اقسم بالله حتى غيجاوبك فهمتيني، حيت هو كيموت على المغاربه وعارف المغاربه فين ما كانوا غادي. ولكن واقيلا عنده شي حساسيه من دوك الناس دوك الكور ولا شي اللي كيهضر بلونغلي ولا داكشي باش دار معاك داك التصرف. اما كون هضرتي معاه باللغه العربيه ماشي اللغه العربيه بالدارجه المغربيه غادي يجاوبك ما فيهاش شك. هذه حاجه متفق معاها فهادي. هادي عندك بدا السي رضوان متفق معاك في هادي. والفرنسي اخويا علاش حنا خويا راه في بلد مغربي وبلد اسلامي، وداك الفرنسا والعيبات ما عندنا ما نديرو به فرنسي. خويا هضر معنا بالدارجه. شوف خوكم كيهضر بالدارجه حتى مغربي سالينا. وشوف ملخص ديال هادشي الاخوان كاملوا دابا باش ما حنا ضد لا شي فتنه ولا شي حاجه ولا اي حاجه فهمتيني. الغلط منهم بجوج فهمتيني. هو ما كانش عليه يسبها بديك الطريقه، حيت حشومه تسب شي فان ديالك ولا شي حاجه غتجي ناقصه. بعد هذه اول حاجه. وهي ما كانش عليها تقول داك الكلام في شي ستوري ولا شي حاجه فهمتيني. ما كانش عليها حيت ما كيليقش بالمكانه ديال الفنانه وهكاك. ما جاتش تهضر بهكا بديك الطريقه فهمتيني. ما تقولهاش كاع اصلا. هي قول سبني شي حاجه ولكن ما تقولش ديك الكلمه. ايوا هذا ما كان الاخوان في هذا الفيديو. اللي عجبكم ما تنساوش ديروا معكم واحد اللايك باش ندير شي كومونتير زوين. ولا عجبكم الاخوان نبدا مره نبدا نهضروا على مواضيع بحال هكا وبهذه الطريقه. الاخوان قولوا لي تحت في الكومونتيرات وانا تحت الاشاره ديالكم فهمتيني. نتوما قولوا لي اللي عجبكم وانا معاكم. حتى لنا نكون وصلنا الحلقه ديال الاخوان. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يلا بيس.